ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض نعمل الجلاش بطريقتين اسهل والذ من بعض. طريقة الصوابع اللي متعودين عليها والطريقة اللي قدامك دي اللي هي وردات. كل واحدة منهم مستخدمة لها لفة جلاش كاملة، والشربات بتاع كل واحدة منهم كوباية مية وكوباية سكر واحدة. شوفي هتعملي بقى واحدة ولا اتنين، وشوفي الكميات اللي انتي محتاجاها. هنبدأ طبعا بالشربات لان احنا محتاجينه بارد. كوباية مية وكوباية سكر لكل صينية. هتحطيها على النار لحد السكر ما يدوب ويبدأ يغلي كده. هتضيفي لها عصير نص ليمونة وتسيبيها 7 8 دقايق. بعد كده حطي الفانيليا ونزليه. كده عملنا أحلى شربات. الطريقة اللي هي بتاعة الصوابع، قست الصينية بتاعتي كده لقيت اللفة أطول شوية فقطعت منها جزء، ودي طبعا مش هنرميها، هنشيلها لأم علي أو أي حاجة بالجلاش. أخدت ورقتين، دهنت الورقة اللي فوق بس بالسمنة، وبدأت أرش عليها الفستق المطحون بالشكل ده. العصاية اللي في إيدي دي أنا دهناها بالزيت. هنلف عليها علشان تديني شكل الرول مظبوط. وبعد كده لما تسحبيها بقى، الزيت اللي احنا دهنينه بيها هيسهل قوي ان هو يسحب معاكي. قرب الآخر كده زودي الحشوة شوية، وبعدين بالفرشة وادهني سمنة على حرف الجلاش علشان يلزق ويبقى شكله مظبوط. الصينية بقى دهناها سمنة برضو كده، وبدأنا نحط فيها الرول اللي لفيته. هنغير بقى الحشوات بنفس الطريقة، مرة بجوز الهند، مرة بجوز الهند والزبيب، ده بندق مطحون، مرة بالفول السوداني المطحون، ده كاكاو عليه قرفة، نص معلقة كاكاو ونص قرفة كده وعملت بيها طلع طعمها لذيذ قوي. عين جمل مطحون، زبيب وجوز هند. أي حشوة موجودة عندك بقى لفي كده وحطي في الصينية. لما كملت بقى الصينية بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، دهنتها بالسمنة كويس قوي، وبعدين قطعيها بقى المقاس اللي انتي عاوزاه. انا قطعت نصين كده، وبعدين كل نص نصين كمان. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200. طبعا تشغليه قبلها كده بخمس ست دقايق. هنحطها على الرف الوسطاني، هتاخد حوالي 25 دقيقة تقريبا. وبعدين تفتحي لها الشواية 3 4 دقايق، مش هتاخد وقت في الشواية. بالنسبة للفة التانية بقى، لفة الجلاش التانية اللي هنعملها وردات، أنا قطعتها كده على 3 أجزاء. أخدت أول جزء حطيته فوقيها كده علشان يطلع المقاس مظبوط بالظبط. لو حسيتي إن الورقة عندك كبيرة شوية قطعيها على 4 مش 3، لأن هي طلعت فيها برضو زيادة عندي كده، يعني كان ممكن أعملها على 4 أحسن. برضو الزيادة دي شلتها بستخدمها بعدين. غطيها بقى بفوطة مطبخ كده، لأن طبعا الكمية بقت كتيرة مننا لما قطعناها عشان ما تنشفش مننا. أخدت كل واحدة في النص كده تحطي الحشوة اللي هتحطيها، وبعدين تقفليه كده يمين وشمال وتلفي الرول. وقرب الآخر بقى بالفرشة كده ادهني سمنة برضو خفيفة علشان تلزق كويس. الشكل ده طالع لذيذ قوي، شكل الوردة كده وطعمه حلو قوي. لازم تجربيه. الصينية بتاعتنا برضو هندهنها طبعا سمنة. غيري بقى الحشوات كده زي الطريقة الأولانية برضو. جوز هند، زبيب وجوز هند، بندق، فول سوداني، كله شوية بقى بحشوة شكل. وهندهن بقى الصينية بتاعتنا سمنة، وهنرص فيها الوردات بتاعتنا، وهندخلها برضو الفرن على الرف الوسطاني، نفس درجة الحرارة 200. والشواية 3 4 دقايق كده، هتاخد حوالي من 20 ل25 تحت. والشواية النوع الأول طلع سقيته الشربات وهو سخن والشربات بارد، بس أنا بسيبها 3 4 دقايق كده، ما تبقاش سخنة قوي يعني. 3 4 دقايق تهدى شوية وسقيها الشربات. بزين بقى الوش بالطريقة دي بالبندق وبالفستق. والتانية بقى طلعت اهي برضو تسقيها الشربات، برضو تسيبيها 3 4 دقايق تهدى كده، وبعدين تسقيها الشربات وتزيني الوش كده بأي مكسرات مطحونة كده. النوع ده زي ما بقولك حلو قوي، شكله جميل. اللي في النص دي ورقة جلاش، كعبلتها بإيدي كده عادي، عملتها شكل الوردة وحطيتها في النص، طلعت لذيذة قوي. شايفة بقى السوا بتاعها طالعة لذيذة جدا وحلوة قوي قوي. لازم تجربي النوعين، الاتنين أحلى من بعض. طبعا الأسعار بتاعت الحلويات دلوقتي في المحلات بقت أسعارها رهيبة. احنا هنعملها بتكلفة أقل يمكن من خمسها أو سدسها، وكمية برضو حلوة قوي. وطبعا مفيش أحلى من حاجة البيت، انتي عاملاها بسمنة بلدي وبمكسرات براحتك، الحشوة اللي انتي محتاجاها، وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.